السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقه تحضير صابلي دياموند اللي كتجي لذيذه بزاف، كيجي رائع احسن اللي كنشروه على برا، ويمكن لكم تاخذوه كهديه خاصه في هذه الوقيته ديال النجاحات ديال التخرجات. فتابعوا معي الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. غادي نوضع في واحد الاناء 100 غرام من الزبده الحيوانيه مع 100 غرام من الزبده مارغرين، رشه من الملح وسكر بنكهه الفانيليا. نطربوهم مزيان، يا اما بطراب كهربائي اولا غير بطراب يدوي ولا غير بيدينا اللي بغيتو. ضفت عليهم 120 غرام من سكر سقيله ولا سكر كلاصي، تقريبا كاس ديال العنبه، معاه ملعقه كبيره. السكر كيبقى على حسب الذوق. من بعد ما طرب ليا مزيان هذيك الكريمه ديال الزبده مع سكر كلاصي، نضيف واحد 2 معالق ديال زيت المائده ونكمل التحراك. عندي تما واحد البيضه اللي غادي نطربها في واحد الاناء باش تجيني سهله في الخدمه، يعني فاش نجي نوضعها تجيني سهله وتتجانس ليا دغيا مع الزبده. صافي نكمل في التحريك، نخلطهم مزيان. ملي تجانس ليا البيضه صافي غنحيد الطراب الكهربائي وغادي نبدا نخدم بسباتولا، اما سباتولا ديال الخشب اولا ديال البلاستيك اللي بغيتو. غادي نبدا نوضع الدقيق تدريجيا. عندي تقريبا 350 غرام حتى ل 400 غرام على حسب الزبده ديالكم واش كتشرب. غادي نخدم بسباتولا في الاول صراحه، حيت كتسهل عليا الخدمه، ما كتبقاش تلتصق ليا الزبده. صافي فاش كتجمع شويه العجينه كنخدم بيديا، كنكمل بيديا. العجينه تكون شويه مرخوفه، ما تكونش قاصحه بزاف، حيت غادي نقسموها وغادي نكهوها يعني بثلاثه ديال النكهات. غادي نقسم العجينه ديالي فاش كتعود لي على هذا القوام، يعني شاده شويه راسها ما تكونش جاريه بزاف. غادي نقسمها على 3 ديال الكويرات. الكويره الاولى غادي نوضع عليها حبيبات الشوكولاته، صراحه كيعذبوا شويه في التقطاع ولكن راه كيجي المنظر ديالهم زوين بزاف. مهم انا تعمدت انني نقولها لكم في هذه المرحله باش يعني باش تديروها في بالكم، وماشي فاش تجيو تقطعوها عاد تفكروا بان راه كتجي صعيبه. هي صراحه راه كتجي شويه صعيبه. غنوضعها في بلاستيك غذائي ونخليها على جنب. النكهه الثانيه غادي نوضع عندي قشور ديال البرتقال المعسلين اولا قشور البرتقال ولا قشور الليمون اللي متوفر عندكم، مع بذور الخشخاش. نحركهم مزيان. الا بانت لي العجينه باقاش يعني جاريه بزاف غادي نضيف ليها شويه ديال الدقيق. النكهه الثالثه غادي نوضع كيس من الكاكاو، بودره ديال الكاكاو مع لوز ايفيلي. من الافضل حتى تخلطوا البودره ديال الكاكاو مع العجين عاد وضعوا لوز ايفيلي باش ما يتهرسش. صافي حتى هو نوضعوه في بلاستيك غذائي. غنشكلهم على شكل حربول اللي ما يكونش غليظ بزاف وما يكونش رقيق، المهم يكونوا يجيوني الحبات متوسطه. في هذه المرحله الا بغيتوا ديروا سكر سنيده يعني دوزوا في سكر سنيده، كيبقى لكم الاختيار. كنقادو مزيان صافي وكنشكلهم كاملين النكهات كاملين، كنوضعهم في بلاستيك غذائي وكنوضعهم في المجمد حتى كيشدوا راسهم مزيان. ضروري انهم يشدوا راسهم مزيان، ولكن ما تسهوش عليهم في الفريغو ولا في المجمد عفوا، باش ما يقصحوا لكمش بزاف وما يتفرتوش وانتم كتقطعوهم. ناخذ واحد السكين اللي ماضي ونبدا نقطع النكهات كاملين. انا كنقطعهم في مره عاد كنبدا نطيبهم. اكيد اللي قطعتهم وما كنتش غادي نطيبهم في ديك اللحظه، فانا يعني كندخلهم للمجمد. نقطع الدوائر ديالي القياس ديالهم تقريبا 1 سنتيمتر. كيف ما قلت لكم الموس ضروري يكون ماضي بزاف. نقطع جميع النكهات ونخليهم في المجمد. الفران يكون سخون مزيان. في هذه اللحظه غادي نفرش ورق الطبخ وغادي نوضع الحبات ديال الصابلي ديالي كيف ما هو موضح في الفيديو. ندخلهم الفران اللي كنا انا كنشعلو من الفوق من التحت، نار اللي هي مهيله، غير كيبدا يسيح شويه ويبدا ياخذ ليا داك الشكل ديال صابلي دياموند. صافي كنطفي عليه من الفوق وكنخليه غير من التحت حتى كيطيب مزيان، يعني حتى كيتحمر. كنشعل عليه من الفوق غير كيذهب، غير كياخذ واحد اللوين صافي وكنطفي عليه. بالنسبه للناس اللي عندهم الفران ديال الغاز كيشعل يعني غير من التحت، فاش كتوضعوا الصابلي ديالكم في اللاطه كتدخلوه غير من التحت، النار تكون من الفوق ديالو بحال كنطيبوا غريبه. النار تكون مهيله، غير كيبدا يصح شويه غير 1-2 دقائق صافي وكتطلعوه الفوق يكمل الطياب ديالو عادي وكتحمروه. يمكن لكم توضعوه هكذا في بواطات، كيجي الصراحه الشكل ديالو رائع. حتى الشكل ديالو هو بسكر سنيده راه كيجي زوين. انا جربتهم بجوج وتركتهم معكم بجوج. فنتمنى ان وصفتنا اليوم تكون نالت اعجابكم. راه كتجي لذيذه بزاف مقرمشه، شي حاجه اللي هشيشه زوينه، كتشريوه من برا بثمن اللي غالي. يمكن لكم تحضروه في المنزل وتقام لكم رخص. شكرا لكم على مشاهده الفيديو، الى فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.